اهلا بيكم في فيديو جديد معانا، والنهارده واحد من اهم واخطر الحاجات اللي لازم كل هاوي اكواسكيب يكون فاهمها كويس، وهي صيانه الحوض. ليه بنقول عليها اهم واخطر؟ لان الحوض مش مجرد ميه وسمك وزرع، الحوض نظام بيئي متكامل. اي غلطه فيه ممكن تسبب لك مشاكل ملهاش اول من اخر. ممكن فجاه تلاقي الطحالب زادت، النباتات بتصفر، السمك مرهق، وكل ده لانك اهملت الصيانه. النهارده هنتكلم عن الصيانه الاسبوعيه، واللي انا بعتبرها زي تغيير زيت العربيه. لازم تتعمل بانتظام ولازم تتعمل صح، واهم حاجة انك تكون فاهم الصيانة دي مش مجرد تنظيف. الصيانة دي عبارة عن خطوات متتابعة، كل واحدة منهم ليها هدف وتأثير، ولازم كل واحدة تتعمل بحب وتركيز عشان تطلع بنتيجة كويسة وتحافظ على الجمال الحوض وصحة السمك والنباتات. فركز معايا من اول دقيقة لاخر دقيقة، لان الفيديو ده هيساعدك ازاي تحافظ على شغلك اللي تعبت فيه، وهيخليك تحس فعلا انك ملك لحوضك ومتحكم فيه. يلا بينا نبدأ خطوة بخطوة. اول حاجة بنبدأ بيها دايما في الصيانة وهي ازالة الطبقة اللي بتكون على سطح المية، ودي بتكون اغلب الناس بتعتبرها تفصيلة صغيرة او حتى مش بيهتموا بيها، لكن في الحقيقة هي من اهم واخطر الحاجات اللي ممكن تبوظ لك الحوض كله. الطبقة دي عبارة عن الزيوت والبواقي بتاعة البروتينات طاقم مع الوقت، سواء بقى من الاكل او من بقايا النباتات او حتى من ايديك وانت بتحط ايدك في المية. ولو سبتها هتلاقي التبادل الغازي ما بين المية والهواء اتأثر، يعني الاكسجين مش هيدخل المية، والمية هتبدأ تتخنق والسمك هيبدأ يتعب. يعني بنتصرف ازاي؟ زي ما انت شايف كده في الحوض اللي قدامك دوت بيكون فيه سيلفر سكيمر. طب لو مش موجود، الموضوع سهل خالص. لو موجود هتشغله وتسيبه يسحب الطبقة دي وخلاص، مفيش مشكلة. طيب لو مش موجود، هتاخد مناديل وورق وتحطه فوق سطح المية يشفط الطبقة دي كلها، او تستخدم جورنان مثلا لو تحب، او ممكن تستخدم كوب صغير وتلمها من على وش المية كده بهدوء. وعلى فكرة الحركة دي لازم تتعمل كل اسبوع حتى لو مش شايف الطبقة ديت، لان تراكمها بيكون تدريجي، وغالبا ما بنحسش بيه الا لما الحوض يبدأ يتخنق وما بنبقاش شايفين الطبقة دي خالص، من كتر ما بتقلل كمان الإضاءة والتبادل الغازي، كمان بتبقى مشكلة كبيرة. أنا شخصيا بعتبر إزالة الطبقة العلوية دي من أول الخطوات في الصيانة، ولو عملتها صح بتريحك من مشاكل كتير بعد كده، زي نقص الأكسجين وموت الأسماك فجأة وظهور الطحالب بسبب ضعف التبادل الغازي. ركز في التفصيلة دي لأن هي بتفرق ما بين حوض عادي وحوض نضيف وشغال كويس. في نقطة مهمة جدا ناس كتير مش بتاخد بالها منها، الطبقة اللي على سطح المية دي مش بتمنع الأكسجين، دي بتمنع الإضاءة كمان من إنها توصل للمية كويس، وده بيأثر على نمو النباتات بشكل مباشر. يعني لما بتسيب الطبقة ديت، النبات مش بس ما بيستفدش من الإضاءة زي ما المفروض يحصل، ده بيخليه يضعف ويصفر، وبعدها تلاقي الطحالب بقى ابتدت تشتغل مكان النباتات. يعني ببساطة انت لما بتشيل الطبقة دي، انت مش بس بتشيل الطبقة، ده انت بتنقذ السمك، انت كمان بتحافظ على صحة النباتات وبتدي الحوض مظهر نضيف وحياة أنضف. وكمان في معلومة صغيرة حابب أقولها دايما للناس اللي بتشغل الستيك، لو بتستخدمه لازم تراجع عليه كده كل أسبوع، لأن أوقات الفتحة بتاعته بتتسبب ببواقي النباتات أو ببواقي الأكل وبيفقد كفاءة. يعني حتى لو شغال لازم تتابعه كده وتشيك عليه مع كل صيانة. ولو انت من الناس اللي مش حابة تستخدم سكيمر او ما عندك، المناديل هتشتغل معاك زي الفل. بس اهم حاجة زي ما اتفقنا انك تشيك عليه او تعملها بالمناديل كل اسبوع. اوعى تنسى انك تمسح وش المية بحركة بسيطة ومن غير ما تخض السمك. وانا شخصيا بعتبر ازالة الطبقة العلوية دي مش بس خطوة تحضيرية، لا دي خطوة اساسية، وبالذات لو بتشتغل في الاكواسكيب محترم وعايز الحوض بتاعك يفضل زي الصور اللي بنشوفها دايما. لان الحوض مش بس منظر، الحوض حياة متكاملة لازم تتعامل معاها بحب وبتفاصيل. يلا بينا على الخطوة اللي بعد كده.